لمحات من كيميت مع إسلام مكرم. الإسكندر مقدوني المولد فقط، لكن بقلبه وعقله وكل كيانه كان مصري. تعالوا نستعرض حياته وشخصيته مع بعض. ولد الإسكندر لملك مقدونيا فيليب الأعور، وتربى على يد الفيلسوف الكبير أرسطو، والذي كان تلميذا لأفلاطون الذي درس في جامعات أون في مصر القديمة. وتأثر الإسكندر تأثرا كبيرا بالفلسفة المصرية، فنشأ مولعا بالعلوم والفنون والفلسفة والدين، والتي كانت مزيجا بين الثقافة الإغريقية والمصرية، وأراد أن تسود العالم هذه الثقافة الراقية والثرية، فتبنى فكرة العولمة، وقرر أن يغزو العالم كله ويوحده تحت رايته، ويجعل له لغة واحدة، ثقافة واحدة، وديانة واحدة. انطلق الإسكندر في 334 قبل الميلاد في حملة عسكرية ضد بلاد الفرس، فدحرهم وانتزع منهم ممالكهم الواحدة تلو الأخرى، حتى وصل إلى مصر وحررها من الفرس، وتوج ملكا لمصر في معابد بتاح في منف. انطلق بعدها في اتجاه البحر المتوسط، واسترعى انتباهه موقع قرية راكوتيس أو راقودة لقربها من جزيرة فاروس ومن النيل في نفس الوقت، وأصدر أوامره للمعماري دينوقراطيس بالشروع في بناء عاصمة جديدة للعالم الموحد، تكون منارة للدنيا وحلقة وصل بين الشرق والغرب، وتحمل اسم الإسكندرية. اضغط متابعة للصفحة ولايك وشير. كيميت، أصل كل شيء.